تحور مختلف في الفترة الأخيرة. هل هذا التحور متواجد في أماكن معينة دون الأخرى؟ هل هنا في مصر مطلوب مننا أن احنا نتبع إجراءات تكون فيها نوع من الاستمرارية للإجراءات الاحترازية وزيادة عليها إجراءات تانية؟ خلونا نعرف بشيء من التفصيل من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور جمال سليمان، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية طب جامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير. صباح النور، أهلا بك يا فندم. كورونا فيروس بدأنا الحديث عنه من شهر مارس الماضي ولا زال الحديث مستمر، وسيظل إلى أن ينتهي هذا الفيروس من العالم نهائيا بإذن الله. آخر التطورات اللي طرأت على هذا الفيروس والتحور الخاص به. هو في البداية طبعا بحب أهني الشعب المصري والعالم الإسلامي بقرب حلول أعياد الميلاد المجيد، فكل سنة وكل الناس طيبين، وربنا ان شاء الله يجعل 2021 احسن من 2020 يا رب يا رب. 2020 دي جت بمآسي كثيره جدا، وطبعا اهم مشكله فيها كانت وجود مرض كوفيد 19. ده المرض ده ظهر في ديسمبر السنه اللي فاتت، وللاسف هو واضح ان هو بيحب شهر ديسمبر. بس هو جالنا هنا في مارس. جالنا في مارس. جالنا في مارس. هو ظهر طبعا في ووهان في الصين في العام الماضي. صحيح. وبدأ ينتشر من ووهان الى العالم كله. واللي كتير من الناس ما يعرفوش ان هذا الفيروس او معظم الفيروسات من هذه العائله كثيره التحور، بتغير في شكلها عشان تقدر تخدع الجهاز المناعي بتاع الانسان. فالفيروس هو عباره عن جدار خلوي من البروتين ومجموعه من الاحماض الامينيه داخله. هذا الجدار هو اللي حدث فيه التحور الاخير اللي ظهر او اعلنت عنه بريطانيا في الشهر ده او من ايام. وهذا التحور موجود من ديسمبر، ولكن لم يتم الاعلان عنه لحين التاكد او لاسباب قد تكون سياسيه. فهم اعلنوا ان في ظهر جيل جديد من الكورونا، وده شيء متوقع وشيء وارد جدا في عالم الفيروسات بالذات مجموعه كورونا. زي ما قلنا هذه المجموعه تحاول ان تخدع الجهاز المناعي لكي تدخل الى خلايا الجسم. احنا الاصابه بتحدث بكورونا طبعا هو في البدايه هو ده مرض تنفسي، ولكن هو بيصيب معظم اعضاء الجسم بمشاكل كثيره وخلل في كثير من اجزاء الجسم. بس هو في البدايه بيدخل عن طريق الجهاز التنفسي ويبدا يدخل الى خلايا الرئه، ومنه ينتشر الى خلايا الجسم كله او يعمل خلل في الجهاز المناعي. فالجهاز المناعي بتاع الانسان لما يحدث اصابه بيبدا يكون اجسام مضاده ضد هذا الفيروس، فيجي يدخل مرة تانية يلاقي الأجسام المضادة عرفته، فيحاول يغير من شكله ويغير من التركيب الجيني للبروتين أو الجدار الخارجي بتاعه عشان يسهل عملية الدخول إلى الخلية. ذكي ومتحور للأسف. وإحنا للأسف لابد إن إحنا يحصل تحور في تفكيرنا في مواجهة هذا الفيروس. تمام. زي ما هو بيحاول يحور في نفسه عشان يهاجمنا، احنا لازم تكون وسائل الدفاع لازم نبقى اذكى. بالظبط، لازم نبقى احنا اذكى. ولازم والتحورات اللي حصلت دي هم رصدوا في بريطانيا حوالي 17 تحور حصلوا في هذا الفيروس. وعاوز برضه اقول لحضرتك حاجه، الفيروس اللي موجود حاليا هو غير اللي موجود اللي ظهر في ووهان من حوالي سنه. مش دلوقتي بس، ده هو لما دخل ايطاليا حصل تحور عشان كده نسبه الوفاه كانت عاليه قوي. يعني كل تحور بيدي سمات مختلفه بالنسبه لهذا الفيروس، هو او الاعراض تكاد تكون متشابهه في كل التحورات، ولكن هو الفرق في سرعه الانتشار، وده اللي مخوف الناس دلوقتي بالذات في التحور الجديد، لان ثبت ان هذا التحور الجديد يسهل انتشاره تقريبا 70%، وفي بعض الابحاث قالت 150% من الفيروس اللي سبق رصده في ووهان. طب ده الفيروس الاولاني كله بيقول ده بينتشر بسرعه جدا، فايه الاختلاف بقى؟ ده اكثر انتشارا منه. مش هو عن طريق برضو ان حد الملامسه او عن طريق التقارب، او ولا بيتم العدوى بشكل مختلف؟ هو نفس الطرق هياها عن طريق ان القرب من الشخص المريض مسافه تقل عن متر، تلامس الاسطح اللي هي وقع عليها الرذاذ بتاع الانسان المصاب، او ان الانسان يكون موجود في دايره بسيطه في مستوى الكحه او العطس بتاع اي انسان.
او طبعا عدم استخدام الاجراءات الاحترازيه اللي احنا كلنا عارفينها، اللي هي الكمامه والتباعد الاجتماعي وغسل الايدين والكحول والكلام ده كله. فهو نفس طرق العدوى، ولكن سرعه انتشار الفيروس، سرعه تاثيره على الانسان او الاعراض بتظهر بشكل اسرع اكتر. لا، سرعه انتشاره هو الخطوره، والمرض تقريبا زسيم، ولكن هو بيسهل انتشاره. يعني حضرتك في مثلا في هنشبهها بحاجه بسيطه الناس تفهمها، في قطر، في عربيه، في طياره، الثلاثه دول وسائل مواصلات واحده، ولكن الطياره بتوصل اسرع من القطار، والقطار يصل اسرع من السياره. تمام. يعني نقدر نقول ان تواجده او تحوره في عدد من الدول زي ما حضرتك قلت. الظهور الاول كان في الصين، بعد ذلك التحور الاول كان في ايطاليا، ثم الان في انجلترا. هل في مرحله في اسبانيا كمان، وفي اسبانيا كان تحور مختلف. طيب هل نقدر نقول ان يعني المناخ اللي موجود او الاليات طبيعه المكان هي اللي فرضت هذا التحور، او هي اللي فرضت ان الفيروس يغير من النمط الخاص به وبالتالي يظهر بشكل مختلف؟ هو في عوامل كثيره للتحور، اهمها على الاطلاق حاجتين اتنين. الانسان الذي اصيب بهذا الفيروس وحصل فيه التحور، وزي ما حضرتك قلتي البيئه المحيطه والمناخ المحيط بالفيروس، زائد عوامل ثانيه كتير يعني ايه مش عاوزين ندخل في تفاصيل فيها. ولكن التحور الاخير ده قيل ان سببه ان الفيروس دخل في انسان ضعيف المناعه، ما قدرش يقاوم الفيروس، فالفيروس اخذ فتره طويله، اخذ راحته يعني لحد ما يعدل في شكله، قدر يعدل في شكله وينتج اجيال واولاد اقوى من الام او الاب اللي هم طلع منهم الفيروس، قادره على انها تكون اكثر انتشارا واسهل في دخول الخلايا التنفسيه بتاع الانسان او خلايا الرئه. طبعا الجو بيساعد على حدوث التحور. يعني لو لاحظنا هنلاقي تقريبا المناخ في وهان قريب قوي من لندن، ففي عوامل كتير تؤدي الى التحور، زائد حقيقه ثابته ان هذه الفيروسات لها القدره على التحور المستمر، زي الانفلونزا مثلا. الانفلونزا لك ان تعلمي ان في مئات الانواع، قد تكون الاف الانواع من الانفلونزا، وكل سنه بتتحور. عشان كده احنا كل سنه بناخد التطعيم بتاع الانفلونزا بيختلف عن التطعيم اللي قبليه نتيجه لحدوث التحور، فالفيروس يتحور، فاحنا نعدل الفاكسين بتاع الانفلونزا بناء على التحورات الاخيره اللي حصلت. وبالرغم من كده ما بنقدرش نغطي كل الانواع، فده بيؤدي في النهايه الى ظهور اجيال جديده تؤدي الى اعراض، قد تؤدي الى اعراض مختلفه. ولكن احب اطمن الناس ان التحورات اللي حصلت حتى في الاخيره في انجلترا، او اللي تم رصدها في انجلترا، وهي مش في انجلترا بس، ده في اماكن تم رصدها كتير زي هولندا، زي استراليا، زي جنوب افريقيا. وانا اعتقد او استنتج، وهذه ليست حقيقه، ان هو قد يكون في تحورات ثانيه في حتت كتيره من العالم، ولكن ليست هذه الاماكن عندها القدره على فصل او ان هي تحدد الجين سيكونس اللي موجود في اللي هو الترتيب بالاحماض الامينيه، لان احنا حتى التحليل PCR العادي ده بيقول انه موجود او مش موجود، ده يدرس التركيبه بتاعته. ففي كثير من الاماكن في العالم ما عندهاش المقدره انها تدرس التركيبه الجينيه بتاعه الفيروس، فهو كله اعراض يبقى كورونا وخلاص. الدول المتقدمه بالذات في اوروبا وامريكا والصين والدول اللي عندها هذه المقدره بتقدر تفحص التركيب الجيني للفيروس، ونلاحظ ان التركيب الجيني ده مختلف. فبالتالي بدانا نعرف ان النوع الجديد اللي هو حصل فيه تحور في انجلترا، وفي اماكن كتير في العالم فيها هذا التحور ولكن الناس ما تعرفش. طيب دكتور، يعني حضرتك اشرت كمان لجزئيه مهمه جدا هي التوقيتات، يعني ظهر في ديسمبر واحنا دلوقتي في ديسمبر مع تحور جديد خاص بيه. هل نقدر نقول اننا في الفتره دي مطلوب تغيير ايضا في شكل الاجراءات الاحترازيه اللي بتتم طبقا للتحورات المختلفه اللي تمت بالنسبه للفيروس؟ هل الاجراءات الاحترازيه بتظل ثابته ولكن بيختلف بقى تقويه جهاز المناعه بالنسبه لكل انسان فينا؟ ده سؤال مهم جدا جدا. هو للاسف احنا بتكلم يعني عن العادات بتاعه الشعب بتاعنا ان احنا متهاونين شويه. يعني كثير من الناس رغم التنبيهات الكثيره ويعني جلسات التوعيه الكثيره التي تحدث في جميع وسائل التواصل والتلفزيون والصحافه، ان احنا لازم نهتم بالحاجات البدائيه اللي هي لابد من ارتداء الكمامه. وانا يعني معجب جدا بقرار الحكومه الجديد الغرامه، تغليظ عقوبه الغرامه في الناس اللي ما بتلبسش الكمامه في الاماكن العامه.
حاجات النظافه العاديه، غسيل الايد ميه وصابون، يعني مش عايزين غير ميه وصابون لو في البيت، وبره بالكحول او طبعا. الجل اللي يحتوي على نسبه كحول 70%. فهذه الاجراءات مهم. التباعد الاجتماعي، الا تقل المسافه عن متر. ده الكلام ده يا جماعه هو ده الخط الاول للدفاع. الخط الاول للدفاع ان انا اكون في اجراءات احترازيه قويه. وبصراحه انا يعني ايه معجب قوي بالتجربه الصينيه. الصين هي صحيح. اول بلد اصيبت بهذا الفيروس. صحيح. لك ان تعلمي كميه الاجراءات الصارمه. يعني انت لو من شفت البدايه انت شفت وهان في ديسمبر 2019 ما كانش حد يمشي في الشارع، كان ده محاطه وحد يخرج ولا حد يدخل. وحضرتك دلوقتي تعلمي ان الصين اقل دوله اصابه بالمرض ده، لان هم عملوا ايه؟ هم خلصوا البلد من الفيروس اللي موجود فيها، وبدا اي حد جاي من الخارج يعملوا له اجراءات صارمه والحجز اجباري، واللي مش عاجبه ما يجيش. صحيح. فهو ده المفروض يكون فيه صرامه. ولندن اتقفلت دلوقتي من يومين. صحيح. فهو اعتقد ان لازم يكون في اجراءات صارمه من الحكومات ومن الشعب نفسه. ان هو لازم نخاف على نفسنا يا جماعه. الاستهانه ويقول لك لا انا حر، انت حر ما لم تضر. بالظبط، يعني الحريه ليها حدودها عندما تتعارض على حريه الاخرين. انا من حقي ان انا اتمتع بصحه، حضرتك مش شايف ان ده شيء مهم بالنسبه لك، انت حر، ولكن لا تجور على حق اي انسان اخر. طيب حضرتك قلت ان اصبح في سرعه في الانتشار بالنسبه للفيروس، ويمكن ده بنسمعه بقى بالمعنى الدارج، وخلينا يعني نقول الكلام ده عشان نصححه اذا كان غلط. البعض يقول لك ده كان الاول الفيروس لو الواحد اصيب بيه يظهر خلال اسبوعين، النهارده في 3 ايام بتحصل المشاكل بالنسبه لاي انسان. هل ده برضو مرتبط بقوه الفيروس والتحور الخاص بيه؟ هل اختلف في ظهوره في اماكن متفرقه من الجسم زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو بيدخل جهاز تنفسي، لكن البعض قال برضو انه بيصيب المعده وبيؤدي الى بعض المشاكل. النهارده بقى وصلنا لايه؟ النهارده وصلنا الى ان هذا الفيروس بيصيب جميع اجزاء الجسم وبيؤثر بالسلب على جميع اجزاء الجسم، سواء كان عن طريق مباشر او عن طريق غير مباشر. يعني ايه عن طريق غير مباشر؟ يعني هذا الفيروس وجوده بيتسبب في حدوث مشاكل في الدم، قد يحدث تجلطات في الدم او وجود جلطات بسيطه صغيره او كبيره قد تصيب اي جزء في الجسم. الإصابة المباشرة بتحصل في المعدة على عكس اللي كان معتقد من سنة. الأعراض المعدة وأعراض الجهاز الهضمي عادة بتمثل تقريبا 60% من الأعراض. ارتفاع انزيمات الكبد في نسبة كبيرة جدا من الناس تصل إلى 80%. دي بنشوفها كتير جدا. اي حد بيصاب بكورونا يجي بانزيمات الكبد تلاقيها عاليه. اختلال في الجهاز العصبي قد يحدث، اختلال في وظائف الكليه قد تحدث. بس ان جهاز المناعه كله اتلخبط بالظبط كده، فهو بيعمل يعني كل الجسم لخبطه في الجهاز المناعي، لخبطه في عوامل التجلط، فبيؤدي الى انه يضرب الجسم كله في عند الاصابه. سرعه ظهور الاعراض وحده ظهور الاعراض هم عاملين اساسيين. العامل الاول والاساسي هو مناعه الانسان وحاله الانسان الصحيه عند الاصابه. عشان كده احنا بنلاقي ان الناس اللي عندهم السكر والضغط والقلب والامراض المزمنه والامراض التنفسيه سواء حساسيه على الصدر او ربو او خلافه بيبقوا اكثر عرضه للمشاكل من الناس الاصحاء. الكبار السن والناس اللي وزنهم زياده البادي ماس اندكس بتاعتهم عاليه، ده بيبقى المشاكل وحدوث المشاكل عندهم اكتر من الناس. الاطفال نسب حدوث الاصابه اقل، ولكن نسب حدوث الخطوره تكاد تكون منعدمه. يعني الحمد لله وبفضل الله ان نسب حدوث بس معرضين، لان كان في البدايه بنقول ان الاطفال لا مش بيصابوا، لا بيصابوا طبعا، وارد يحصل معاهم مشاكل ولكن نسبها قليله جدا. ومهم ان احنا ناخد بالنا في الفتره دي طبعًا. مع تقلبات الجو والولاد اصلا بيصابوا بنزلات البرد والانفلونزا، فناخد بالنا اكتر. الاطفال في حاجه خطيره جدا الناس مش واخده بالها منها، ناس كتير قوي مش واخده بالها منها، ان الاصابه في الاطفال قد تؤدي الى نقل العدوى الى الكبار طبعا. ودي دي قنابل موقوته ماشيين في الشارع يعني الطفل في المدرسه بياخد الاصابه بيروح لباباه اللي عنده سكر او ضغط ويجيب له الاصابه، وقد يؤدي في مشاكل خطيره جدا تحدث للاباء والاجداد. احنا الاصابه لا يوجد انسان على وجه الارض مهما كان سنه مهما كان شكله هو معرض للاصابه. تمام. ولكن الاصابه بتتفاوت والخطوره بتتفاوت، وان كنت اعتقد ان الخطوره متساويه، لان اذا كان قدره الطفل على نقل الفيروس كبيره فده يعرض اهله لمشاكل خطيره.
تمام. يعني منذ أيام أو فترة قليلة كان عندنا أمل كبير، يعني طبعا ولا زال هذا الأمل موجود مع ظهور الفاكسين الخاص بعلاج كورونا فيروس ووصوله إلى مصر، أول دولة أفريقية تستقبل هذا الفاكسين. وأعتقد أن ده برضو ادانا نوع من الطمأنينة إلى حد ما. ولكن للأسف الشديد ترددت بعض الإشاعات، وزي ما بنقول يا جماعة ناخد بالنا من الإشاعات، نسأل يعني أهل الخبرة في هذا الموضوع. ماذا عن اللقاح والمصل الخاص بعلاج كورونا فيروس، وربما الأعراض الخاصة به، السايد افكت أو الآثار الجانبية اللي ممكن تنتج عنه؟ في الحقيقه يعني اسمحي لي اشكر حضرتك على السؤال ده، انك اتحتي لي الفرصه ان اتكلم عن هذا الموضوع، لان هذا الموضوع في غايه الخطوره. في نقط مهمه يا جماعه لازم نكون واخدين بالنا منها. زي ما حضرتك اشرتي، في يعني اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دي اهم نقطه، ما نخليش ودنا ونرمي ودنا لاي كلام بيتقال اشاعات مغرضه. انا عاوز حد من اللي بيقول الاشاعات المغرضه عن الفاكسين ده يقول لي ايه تخصصه وايه مدى علمه بالدراسات اللي اتعملت على هذا الفاكسين. تاني نقطه، واحد يقول لي ايه الفاكسين اللي من يوم ما البشريه اخترعت الفاكسينات عمل مشاكل للناس. هذه الفاكسينات يا جماعه او هذه التطعيمات ادت الى يعني تطور رهيب، كمان من تطور رهيب في الحاله الصحيه الانسانيه للانسانيه عموما. يعني حمتنا من امراض يعني اكثر فتكا من الكورونا مليون مره. يعني في امراض شديده الفتك، ولولا العلم ولولا ظهور التطعيمات ما ظهرت هذا التطعيم. هو بارقة الأمل، وهو المركب اللي هتنتشلنا من وسط الأمواج المتضاربة بتاعة المرض ومشاكله وخطورته وحدوث الوفيات. احنا دلوقتي دخلنا على 80 مليون إصابة، وتقريبا دخلنا على 2 مليون حالة وفاة. دي أرقام شديدة الخطورة. فالتطعيم هو الأمل الوحيد والسريع، لان عشان نقول ان في علاج هيظهر قريب وقوي وفعال، ده يعني احتمال صعب شويه لان هياخد وقت طويل. انما القاعده الذهبيه الوقايه خير من العلاج. أكيد. فالتطعيم هو الامل الوحيد للوقايه. نيجي نتكلم بقى عن الاشاعات اللي بتروج وكلنا بنسمعها، وللاسف في ناس بترمي ودانها ليها انه بيموت، لا انه بيحطوا شريحه جينيه عشان يتتبعوا الناس هذا الكلام يا جماعه، وبيغير في يعني الدي ان ايه الخاص بالخريطه الوراثيه بالنسبه للانسان. هذا الكلام عاري تماما من الصح. احنا عندنا نوعين من الفيروسات. النوع الكلاسيكي العادي اللي احنا شغالين عليه من 100 سنه اللي هو التطعيم الصيني. التطعيم الصينيين رجعوا للكلاسيك ميديسن، الطب العريق يعني، وقال لك احنا هنقدم الفيروس ده في صوره ضعيفه جدا، وعن طريق غير الطريق المعتاد اللي هو عن طريق التنفس، هنديه عن طريق الحقن. فبدي فرصه للجهاز المناعي ان هو يكون الاجسام المضاده القويه، بحيث اول ما الفيروس يجي يدخل تاني يلاقي الاجسام جاهزه، فما ياخدش وقت. لان الفيروس بياخد تقريبا من 3 ل 5 ايام حتى يستطيع الجهاز المناعي تكوين اجسام مضاده تقدر تحاربه. فانا لما اديهوله بصوره ضعيفه او صوره مقتوله او صوره بسيطه جدا، فهذا بيمكن الجسم بان الجيش بتاعي مستعد. زي ما فكره الجواسيس، انا عارف ان البلد ده هتحاربني فاكون مستعد، او احسن ما اخد الضربه وانا غير مستعد. صحيح. فانا لما اكون مستعد اكيد رد الفعل والضرر هيكون اقل بكثير من ان انا تقوية جهاز المناعه كمان هيستطيع الانسان من خلالها ان هو يقاوم المرض ويتغلب عليه. وده يعني زي ما حضرتك قلت في البدايه ان كل واحد فينا بيختلف في قوه المناعه الخاصه بيه. فلازم ناخد التطعيم، يا جماعه، لان ده الحل الوحيد قدامنا. نيجي للنوع الثاني من التطعيمات اللي هو النوع الجديد اللي بعض الشركات الامريكيه والاوروبيه بدات تشتغل عليه. ده نوع جديد من التطعيمات. هذا النوع لم يجرب كثيرا في الامراض، ودي تكنولوجيا عاليه جدا، بس هو فيه ميزه خطيره جدا، ان انا بقدر اغير في السيكونس او الترتيب الدفاعي بتاعي. يعني دلوقتي الفيروس عمل تحور، انا عارف التحور ده حصل في انهي منطقه من الفيروس، فببدا اعدل في الفاكسين الجديد بحيث يتناسب مع مع التحور الجديد اللي حصل. وده اعجاز علمي، ولازم ان الناس تاخد هذا التطعيم، لان هذا الكلام في غايه الاهميه. لانه لو قدرنا نوصل تطعيم ل 60 إلى 70% من البشر سيتم القضاء تماما على ان شاء الله باذن الله. ودي اهميه البحث العلمي والمتابعه ومتابعه كل ما هو جديد. استاذ الدكتور جمال سليمان، استاذ امراض الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعديه بكليه الطب جامعه الازهر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.
وسنظل نتحدث عن كورونا فيروس إلى أن ينتهي من العالم كله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. وفي النهاية بس أحب يعني أكد الكمامة، النظافة العامة هي اللي هتحمينا من كثير من المشاكل. صحيح. وربنا يدي الصحة للناس جميعا ويشفي جميع المرضى ويبعد عنا الوباء ويجعل مصرنا الحبيبة إن شاء الله آمنة وسالمة. آمين يا رب العالمين بإذن الله، وإن شاء الله نقدر إن احنا نصل جميعا إلى بر الأمان. ناخد فاصل، بعد الفاصل أرجع لحضراتكم علشان نشوف كمان ريادة مصر في مختلف المجالات، متابعتها لصحة المواطن المصري وتقدمها في الأسواق الخارجية للحفاظ على الاقتصاد المصري ونموه بشكل كبير بعد الفاصل.